وبقى احمد حسن البكر هو رئيس الجمهوريه، وصدام حسين بقى هو نائب الرئيس والمسؤول عن الامن الداخلي، وكان عمره في الوقت ده 31 سنه. وبدا يعمل اصلاحات كتير في العراق زي مشروع القرايه والكتابه، واللي فرض فيه عقوبه بتوصل ل3 سنين اللي ما يتعلمش القراءه والكتابه، فتعلم ناس كتير من الاطفال والشيوخ. وبعدها قام النفط العراقي، فالاقتصاد العراقي عالي جدا وبقى مزدهر لدرجه ان الدينار العراقي بقى يساوي 3 دولار. وغير كمان مساعدته لمصر وسوريا في حرب اكتوبر، لما اعطى لمصر سربين من الطيارات، واعطى لسوريا 400 دبابه و18000 جندي. وبدا ياسس جهاز امن قوي، وبدا في حملات تطهير للجيش والحزب البعث، وبدا في تسليح الجيش تسليح على اعلى مستوى، وبنى اكتر من 12 جامعه، وعمل مصانع كتير وسدود على نهر دجله والفرات، وعمل بعثات تعليميه للخارج، واشترى مفاعل نووي من فرنسا، ولكن دوله الاحتلال ضربته ودمرته. وبعدها يخلي احمد حسن البكر يتنازل له عن رئاسه العراق.